اقسم بالله اقسم بالله خليكي انت وابنك وبنتك تفرقوا ما بين الثلاث ازمنه دول بكل سهوله. انت حاسه ان هم تعالي هات ابنك او بنتك وتعالي، لا ما تجيش لوحدك، تعالوا بقى تعالوا مع بعض. ايه الفرق يا مستر مصطفى ما بين ويل والانفينيتيف ويل بلاي وويل بي معاها اي ان جي ويل هاف معاها البي بي او التصريف الثالث؟ اي ويل بلاي تنس يا مستر يعني ايه؟ يعني انا هلعب تنس، هلعب. طب I will be playing tennis، هكون بلعب. طب I will have played tennis، هكون لعبت. بغض النظر عن تكملة الجملة هنا أو تكملة الجملة هنا، تعالي ركزي معايا الموضوع بكل بساطة. اصحي عشان هتشرح لهم ازاي. اصحي معايا. لما اقول لك مثلا، او مثلا انا اقول لك ايه، انت عايز نجي معاك الساعه 8 هكون بذاكر. سوري 8 هذاكر. I will study English at 8. طب معلش خليها 9 عشان 9 هكون 8 هكون بذاكر، او 8 ونص هكون بذاكر. I will be studying English، هكون بذاكر انجليزي. بص خليها 9 عشان هكون خلصت، هكون ذاكرت خلاص، فاقول ايه؟ I will have studied English. يعني هعمل، هكون بعمل، هكون عملت. دول الثلاث ازمنه بكل سهوله تقدر تنفيهم، تكون عليهم ازمنه، تكون عليهم جمل، تعمل اي حاجه انت عايزها طالما انت فهمت الهيلبنج فيرب وايه اللي بيجي معاه ومعناه. بس كده. ها اكتب لي في الكومنتس كومنتس اكتب لي في الكومنتس امثله، بس على لساني وانا هصححها لك. يلا سلام.